أهلا وسهلا فيكم حبايبي بدرس جديد. درسنا اليوم هو حل المسألة الثانية من مسائل درس الاهتزازات غير التوافقية، النواص الثقلي غير المتخامل. عملوا لنا بالمسألة الثانية خيط مهمل الكتلة لا يمتط، طوله عطانا طول الخيط L يساوي 40 سنتيمتر، نعلق في نهايته كرة صغيرة نعدها نقطة مادية كتلتها M1 تساوي 100 جرام. معناتها بما انه عطونا خيط وكرة معناتها النواص هو نواص بسيط. قالوا لنا حنكتب المعطيات، قالوا لنا L طول الخيط L يساوي 40 سنتيمتر، يعني 40 ب10 قوة ناقص 2 متر. خلينا نروح صفر موجب مع صفر سالب، 4 ب10 قوة ناقص 1 متر. لنا الكتلة M1 بتساوي 100 جرام، يعني 100 ب10 قوة ناقص 3 كيلو جرام. بنروح صفرين مع صفرين، يعني 10 قوة ناقص 1 كيلو جرام. قايليننا بالطلب الأول يحرف الخيط عن وضع التوازن بزاوية تيتا ماكس، ونترك الكرة بدون سرعة ابتدائية فتكون سرعتها لحظة مرورها بالشاقول V تساوي 2 متر بالثانية ناقص 1. بدهم قيمة الزاوية تيتا ماكس. معناتها الطلب الأول عطانا ال V بتساوي 2 متر بالثانية ناقص 1، وقالنا عم يحرف الخيط عن الشاقول، وكمان عم يقلنا يترك دون سرعة ابتدائية. كل هدول المعطيات نحن بنستفيد منهم بالحل مثل ما حكينا لما شرحنا النظري. قاليلنا بدهم تيتا ماكس هي المجهولة. شلون بدي طالع تيتا ماكس؟ بما انه عم يقول ينحرف الخيط عن الشاقول وتركناه دون سرعة ابتدائية، منطبق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين. نكتبها، بنقول نطبق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين. شو هن هدول الوضعين؟ الأول لحظة تركه دون سرعة ابتدائية، لما تركناه دون سرعة ابتدائية يعني كان المطال أعظمي لما كانت تيتا بتساوي تيتا ماكس. والتاني لحظة المرور بالشاقول، تاني لحظة المرور بالشاقول. لحظة المرور بالشاقول يعني لما تيتا تساوي الصفر. شو هي نظرية الطاقة الحركية؟ نظرية الطاقة الحركية تغير الطاقة الحركية تساوي مجموع أعمال القوى. تغير الطاقة الحركية إيكا تساوي مجموع أعمال القوى F. تغير يعني الطاقة الحركية الثانية إيكا 2 ناقص إيكا 1 بتساوي مجموع أعمال القوى. طيب هذا النواص قلنا إنه هو نواص بسيط لأنه قلنا خيط مهمل الكتلة معلق به كرة، وهذا الخيط عم ينوص، حركنا له هون عم يتحرك يمين ويسار. شو القوى اللي عم تأثر على هذا الخيط؟ عم يأثر عليه قوة ثقله شاقولي نحو الأسفل وقوة توتر الخيط T. معناتها في عنا قوتين، عمل قوة الثقل زائد عمل قوة التوتر. إيكا 1 تساوي الصفر لأنه ترك دون سرعة ابتدائية ما موجودة، وعمل التوتر كمان يساوي الصفر. ليش؟ لأن حامل قوة التوتر T يعامد الانتقال في كل لحظة. حامل قوة التوتر، حامل قوة T توتر يعامد الانتقال في
كل لحظة. هيك قوة التوتر، هي عمودية مع الانتقال في كل لحظة. معناتها إيكا 2 يلي هي الطاقة الحركية نص ام بي في مربع، نص ام بي في مربع. ليش ما قلنا الطاقة الحركية هون انه نص اي دلتا بأوميغا مربع؟ لأنه هون الحركة دائرية، أما لما كنا عم نحسبها بالنواص الثقلي فكانت الحركة دورانية. تساوي عمل قوة الثقل، العمل يساوي القوة بالانتقال. طيب القوة هي W والانتقال هو H، والW هي M بجي، صارت MGH. طيب نحن شو بدنا من هون؟ نحن بدنا تيتا ماكس، لسه لهلا ما طلعت تيتا ماكس، هي موجودة بالاتش. فإذا أمنا الاتش وعوضناها بقانونها، قانون الاتش كان ال 1 ناقص كوساين تيتا ماكس عند المرور بالشاقول. وقت قلنا انه هاي حطيناها 1، هي كانت كوساين تيتا، بس هاي كوساين تيتا تساوي 1 لأنه تيتا تساوي 0 عند المرور بالشاقول. فهاي الاتش بدي اعوضها هون واعزل التيتا ماكس. أنا الكتلة بتروح مع الكتلة، ضلت في مربع بتساوي، حاضرب 2 هون، 2 جي بدل اتش ال 1 ناقص كوساين تيتا ماكس. رح وزع هدول على القوس، صارت في مربع بتساوي 2 جي ال كوساين تيتا ماكس. طيب نحنا بدنا كوساين تيتا ماكس، كيف بدنا نعزل هاي؟ رح ننقل على الطرف الثاني ونبدل بينه وبين السرعة، يعني صارت 2 جي ال كوساين تيتا ماكس 2 جي ال ناقص في تربيع. نحنا بدنا الكوساين، رح نعزلها، اثنين جي ال ناقص في مربع على، بدنا نقسم على هدول لأنه أمثال المجهول اللي هي معناها كوساين تيتا ماكس، حنقسم على 2 جي ال على 2 جي ال. هاي على هاي صفت 1 ناقص في مربع على 2 جي ال. خلينا نعوض بالأرقام، 1 ناقص السرعة 2 تربيعة 4 على 2 جاذبية 10 ال 4 ب10 قوة ناقص 1، 2 ب4 8 و10 مع 10 راحوا، صفى عنا الجواب 1 ناقص 4 على 8. 4 على 8 فينا نختصرهم، هي بتقبل على 4 وهي على 4، يعني 1 ناقص، صفت هي 1 على 2، 1 ناقص نص، معناتها كوساين التيتا ماكس تساوي نص. شو الزاوية اللي كوساينها نص؟ بيعطينا انه التيتا ماكس تساوي ب على 3، ب على 3 بعديها. وهو المطلوب. الطلب الثاني بالمسألة عم يقلنا استنتج بالرموز علاقة توتر خيط النواص لحظة مروره بوضع الشاقول ثم احسب قيمته. هلا نحن استنتجناه بالنظري بس حتى أذكركم في تذكرة. هلا نحن الطلب الثاني، مسألة الثانية، بدهم علاقة توتر الخيط وبدهم قيمته. لما بدنا نطالع توتر الخيط، هي النواص، هي خيط مهمل الكتلة معلقة بنهايته كرة، وهي أزحناها لهون، هي الكرة، قلنا عم يأثر عليها قوة ثقلة شاقولي نحو الأسفل وقوة توتر الخيط، وحركتها دائرية. أسقطنا
على المماس وأسقطنا على الناظم. هذا الناظم. طيب هذا الناظم إذا بدي أسقط عليه الثقل، فالثقل حيجي هيك بهي الجهة. هي الشقفة هي إسقاط الثقل. هي الشقفة بالنسبة لهي الزاوية تيتا هي مجاور لهي التيتا، فمشان هيك هي الشقفة هي أوميجا بكوساين الزاوية، لأنه كوساين الزاوية هي اللي فيها مجاور الزاوية. ما الكوساين يساوي المجاور على الوتر. تمام، معناها أنا بدي أسقط هي القوة وهي القوة، قوة التوتر وقوة الثقل، على الناظم هاد لحتى طالع توتر الخيط. أما إذا بدي أسقط على المماس، هاد المماس ما بيطلع معي التوتر، لأن التوتر ما موجود على المماس. حتى طالع هدلول القوى، فبدي بلش من قانون نيوتن اللي هو مجموع القوى سيجما الاف تساوي ام بي اي. مجموع القوى تساوي ام بي اي. شو القوى اللي عندي اياها؟ قوة الثقل زائد قوة التوتر تساوي ام بالتسارع اي. واسقاط التي هي موجودة على الناظم بالاتجاه الموجب، اما الثقل اسقاطه لتحت بالاتجاه السالب، وهي الشقفة هي مجاورة فاخذنا الكوساين تساوي ام بي اي. نحن بدنا التي توتر الخيط، صارت توتر الخيط تساوي ام بي اي زائد اوميجا كوساين التيتا. التسارع هاد التسارع هو تسارع ناظمي AC، والتسارع الناظمي هو V مربع على R أو على L حسب شو عم ندرس، زائد الأوميجا هي M بجي. الكوساين هو 1 كوساين تيتا، لأنه عم يقلنا عند المرور بالشاقول. عند المرور بالشاقول تيتا تساوي 0 وكوساينا يساوي 1. منعوض بهاي العلاقة، صارت T تساوي الكتلة معناها بعد التحويل 10 قوة ناقص 1. ال V مربع، هلا ال V 2، V مربع 4، ال L عنا اياها 4 ب10 قوة ناقص 1 زائد 10 قوة ناقص 1 ب10. طيب بتروح هاي مع هاي، وهي على هاي هي 1، صارت T تساوي 1 زائد 10 قوة ناقص 1 ب10 قوة زائد 1 ضرب القوى جمع الأسس، بيعطونا هدول التنتين 10 قوة 0 و10 قوة 0 1. أي 10 أي رقم، مو بس ال10، أي رقم قوة 0 هو 1. 1 زائد 1 يساوي 2 نيوتن. وهذا هو التوتر. ننتقل على المسألة الثالثة. عم يقلنا بالمسألة الثالثة نعلق كرة صغيرة نعدها نقطة مادية كتلتها M تساوي 0.5 كيلوغرام بخيط مهمل الكتلة لا يمتد طوله 1.6 متر لتؤلف نواة ثقلي بسيط، ثم نزيح الكرة إلى مستوى أفقي وعطانا الارتفاع H عن المستوى الأفقي المار منها. وبعدين عم يقلنا أنه يصنع خيط النواة مع الشاقول زاوية تيتا ونتركها دون سرعة ابتدائية. خلينا نكتب المعطيات وبعدين نبلش بالطلب الأول اللي هو طالبين فيه استنتاج العلاقة المحددة لسرعة الكرة، ثم نحسب قيمتها ونوضحها بالرسم. مسألة الثالثة. خلينا نكتب المعطيات. عطانا الكتلة M 0.5 كيلوغرام، وقلنا هاي الكرة معلقة بخيط طوله L 1.6 متر، وعطانا ال H 0.8 متر وبس. وقلنا انه هاد نواة ثقلي بسيط اللي هو خيط وكرة. عم يقلنا استنتج بالرموز العلاقة المحددة لسرعة الكرة ثم احسب قيمتها، مثل ما استنتجناها بالنظري.
للتذكير اللي ما عم يحضر نظري، وقت استنتجنا سرعة الكرة شو عملنا؟ طبقنا نظرية الطاقة الحركية بين وضعين. نطبق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين. شو هن الوضعين؟ تركه دون سرعة ابتدائية، دون سرعة ابتدائية، والوضع الثاني لحظة المرور بالشاقول. لما ترك دون سرعة ابتدائية كانت تيتا بتساوي تيتا ماكس، عند تركه عند المرور بالشاقول كانت تيتا تساوي الصفر. عم بستعجل فيهم، بعرف هون الخط مفشكل، بس أنا عم بستعجل فيهم لأنه هدول عطيتهم بالنظري. طيب شو هي نظرية الطاقة الحركية؟ دلتا إي كي تساوي مجموع أعمال القوى اف من واحد من الوضع الأول للوضع الثاني. يعني إي كي 2 ناقص إي كي 1 بتساوي عمل قوة التوتر زائد عمل قوة الثقل. وقلنا وقتها إنه قوة التوتر تساوي الصفر. ليش؟ لأن تي يعامد الانتقال في كل لحظة، وقلنا إنه هاي تساوي الصفر لأنه ترك دون سرعة ابتدائية. ضلت عنا إي كي 2 تساوي عمل الثقل، يعني نص ام بي في مربع بتساوي ام جي اتش. هنا بدون السرعة، خلينا نعزل السرعة. هلا بتروح ام مع ام. لو وقت نوصل لهون فينا نعوض الاتش اذا ما معنا اياها، بس بما انه دغري عطونا اياها فورا بعزل الفي وبعوضها بالاتش، بيعطينا انه الفي تربيع بتساوي 2 جي اتش وتساوي 2 ب10 عطونا الاتش 0.8. بنقيم الفاصلة اللي هي بعتبرها هي 8/10. 8/10 بدل ما احطها 0.8. فيني نروح هاي مع هاي، 2 ب8 16. الفي تربيع 16. طيب الفي بدون تربيع، خلينا نكمل هون. الفي بتساوي جذر 16 وتساوي 4 متر بالثانية ناقص 1. الطلب الثاني عم يقلنا استنتج قيمة الزاوية تيتا ماكس واحسب قيمتها. من وين بدنا نجيب الزاوية تيتا ماكس؟ موجودة بالاتش، معناتها تذكروا الاتش. اتش تساوي ال كوساين تيتا ناقص كوساين تيتا ماكس. وهو عم يقلنا عند المرور بالشاقول معناتها هي تساوي 1، فحنقيمها حنحط 1. ضلت اتش تساوي ال 1 ناقص كوساين تيتا ماكس. الاتش عطونا اياها، ال عطونا اياها، بتطلع معنا التيتا ماكس. خلينا نوزع ال. اتش تساوي ال ناقص ال كوساين تيتا ماكس. بدنا نعزل هاي، فبدل بينه وبين الاتش هحط ال كوساين تيتا ماكس هون، ال ناقص اتش هون. ال امثال المجهول بدي اقسم عليها، صارت كوساين تيتا ماكس بتساوي ال على ال 1 ناقص اتش على ال. هلا بعوض. هلا انا بنصحكم اول شي طالعوا المجهول اللي بدكم اياه من خلال الرموز، بعدين بتعوضوا بالارقام، لانه اذا دغري حتعوضوا بالارقام بتضيعوا. هلا انا طالعت الكوساين تيتا ماكس، هي المجهول اللي بدي اياها. هلا بعوض. كوساين تيتا ماكس تساوي 1 ناقص الاتش. قديش عطونا الاتش؟ 0.8 على 1.6. وهدول متل ما قلتلكم ما بنخليهم هيك، رح نعملهم بدون فواصل. يعني 1 ناقص بدال 0.8 حاكتبها 8/10 على بدال 1.6 16/10. تمام. 8 على 16
فيني اختصرها، هلا راحت 10 مع 10 ضل معنا 1 ناقص 8 على 16. 16 بتقبل القسمة على 8، 8 بتقبل القسمة على 8، فبختصرها هي على 8 هي على 8. 1 ناقص 1 على 16 على 8. 1 ناقص نص كوساين التيتا ماكس طلعت 1 على 2. معناها شو الزاوية اللي كوساينها نص؟ معناتها التيتا ماكس تساوي باي على 3 راديان، وهو المطلوب. الطلب الثالث عملنا احسب دور هذا النواص. بلشنا بالمسألة انه هي نواص بسيط، والنواص البسيط الدور تبعه تي صفر هي 2 باي تحت الجذر ال على جي، بس هذا الدور بستخدمه فقط بحال السعات الصغيرة، يعني الزوايا الصغيرة. هون التيتا ماكس طلعت معنا باي على 3 راديان، يعني 60 درجة، وهي الزاوية كبيرة مو صغيرة، لأنه قلنا حتى تكون الزوايا صغيرة لازم تكون أصغر أو تساوي 0.24 راديان، أو لازم تكون أصغر أو تساوي 14 درجة. تذكرتوها؟ فبما أنه هون الزاوية كبيرة فبستخدم الدور تي صفر تساوي، بستخدم الدور بحال الزوايا الكبيرة يلي هو تي صفر فتحة يساوي تي صفر، يعني هذا الدور مضروب بواحد زائد تيتا ماكس للتربيع على 16. هلأ هاي تي صفر هي نفسها هي، ففينا ناخدها نحسبها على جنب نرجع نعوضها هون، وفينا فورا نعوضها بهي العلاقة. أنا حاسبتها بالطريقتين. هلأ إذا بدكم تعوضوها فورا بالعلاقة، من قيم هي تي صفر حنحط بدالها 2 باي تحت الجذر ال على جي، ومنعوض بالأرقام ومنحلها. ولكن إذا أخدناها وحسبناها لحالها بعدين عوضناها أسهل، يعني أنا بجرب الطريقتين وبقلكن إنه أسهل، لقيت هي أسهل. تي صفر تساوي 2 باي تحت الجذر ال على جي، وتساوي 2 باي تحت الجذر ال 1.6 والجي 10. تي صفر تساوي 2 باي 1.6 هي 16 على 10 ب10، وتساوي 2 باي تحت الجذر 16 حنرفع 10 قوة 2، وهدول صاروا 100، 10 قوة 2 حنرفعها لفوق حتصير 10 قوة ناقص 2. صارت تي صفر تساوي جذر 16 4، 2 باي ضرب 4 ضرب 10، جذر 10 قوة ناقص 2 10 قوة ناقص 1. 2 ب4 8، صارت 8 باي ب10 قوة ناقص 1. 8 باي لازم نعوضها بقيمة، بس نحنا ما بنعرف شو قيمة 8 باي، بنعرف قيمة 4 باي. 4 باي قالوا لنا بالمسألة هي تساوي 12 ونص، كل 4 باي 12 ونص. طيب إذا ضاعفنا 8 باي معناتها حنضاعف هي حتصير 25. بدال 8 باي حاكتبها 25 ب10 قوة ناقص 1 سكند. هلأ باخدها وبعوضها بعلاقة الدور بحال السعات الكبيرة اللي هي العلاقة تي صفر فتحة. صارت تي صفر فتحة تساوي، هلأ خلصنا من هي، بدال تي صفر هحط 25 ب10 قوة ناقص 1، بفتح قوس 1 زائد تيتا ماكس. طلعت تيتا هي بي على 3 للتربيع بتصير باي مربع على 9، والتسعة بتنزل لتحت ضرب 16 تساوي 25 ب10 قوة ناقص 1 زائد بدال باي مربع حاحط 10 بضرب 16 ب9 تطلع 144.
صارت 25 ب10 قوة ناقص 1. هلأ بدي وحد المقامات. بواحد حتصير 144 على 144 زائد 10 على 144. 154 على 144 جمعناهم، مضروبة في عندي 10 قوة ناقص 1 وفي عندي 25. فيكن تتركوا الجواب هيك وفيكن تقسموها، بس حتاخد معكم كتير وقت إذا بدكن تقسموها. رح تطلع على الآلة الحاسبة الجواب تقريبا 2.673 سكند. الطلب الأخير بهاي المسألة عم يقلنا استنتج بالرموز العلاقة المحددة لشدة قوة توتر الخيط عند المرور بالشاقول واحسب قيمتها. نفس الطلب اللي بالمسألة اللي قبل لما استنتجنا علاقة توتر الخيط، فما حاستنتجه، بنستنتجه من سيجما الاف، يعني حكيته بالنظري وحكيته بالمسألة الثانية. بس حاكتب العلاقة اللي بنوصل لها آخر شي اللي هي T تساوي mg زائد m بمربع على L، وبعوض بقيم الأرقام اللي معي هون. الكتلة معنا ياها 0.5 بجاذبية 10 زائد 0.5. السرعة 16 على 1.6. خلينا نقيم الفواصل. هتصير معنا 5 على 10 ب10 زائد 5 على 10 ب16 على 16 ب10 قوة ناقص 1. هاي بتروح مع هاي، ضل معنا 5 زائد. هلا هاي وهاي بيروحوا مع بعض، ضل عندي 1. ضل هون 5 على 10 ضرب 1 على 10 قوة ناقص 1. 10 ب10 قوة ناقص 1، 10 قوة 0 يعني 1 المقام، و5 ب1 5 يعني هاي وهاي ضل عنا 5 زائد 5 تساوي 10. تمام، هاي لأنه راحت مع هاي 10 نيوتن. هاي مين؟ تي توتر الخيط. هيك بنكون خلصنا المسألة الثالثة. بضل علينا مسألتين، الرابعة والخامسة. بحللكن ياهن بفيديو جديد عشان ما طول عليكم هذا الفيديو. بشوفكن على خير، موفقين.